السلام عليكم. اليوم في مطبخ امي راح نديرو مع بعض سكالوب على طريقتي. راح هاو سكالوب تاعنا والتوابل، عندنا الملح وفلفل الكحل. انا طريقتي راح نحط شوي ماء يغلي وندير فيه شوي ملح ونرجع لكم فيما بعد. هاني رجعت لكم. هاو الماء تاعي غلا. هذا الوقت نطفي الغاز، ندير فيه شوي ملح ونحط سكالوب تاعي. لهنا راني حطيت سكالوب تاعي، تخليه واحد 5 دقائق وزيدي تقلبيه ومن بعد تصفيه من الماء. كي نصفيوه من الماء ودسمو نرجع لكم. ها بعد ما فاتت 5 دقائق انا رايحه نقلبو على الجهه الاخرى. زيدو نخليوه شويه على الجهه الاخرى ونصفيهم ونرجع لكم. هنا انا راح نحي سكالوب تاعي بعد ما فاتت ثاني دقائق على الجهه الاخرى. نحطوه في الصفايه. انا راح نكمل السكالوب اللي عندي ونرجع لكم فيما بعد. هاني بعد ما كملت السكالوب تاعي في الماء والملح، يعني طريقه يعني سهله، يجي بنين يدخل فيه الملح مامطا، يعني سما يجي طري كي يتغل فيه. انا راح نديرو في البيض و اسمه لا شابير ونقليهم. هاني بسم الله دوكا راح نتبلو. نزيد ندري عليه شويه ملح بس خطاشاو انا غليناه في الملح خفيفه، رشه خفيفه هكذا. بعد نزيدو لها شويه فلفل الكحل، بعد نقلبوه على الجهه الاخرى. نزيدو نديرو ثاني رشه ملح، ورشه تاع فلفل الكحل. هاني لهنا بعد ما قطعته درتو طرف صغيرين راح نوجد البيض. هنا البيض نتيو الكميه تاع السكالوب. انا درت 2 بيضات ملحها شويه، راح ندير لها شويه فارينه. انا هاني بعد ما خلطت الفارينه تاعي والبيض راح نبدا نقص سكالوب لهنايا نقلبو هكذا. من بعد مباشره نحطوه في الخبز في لاشابير هكذا. غمدوه مليح، نحطوه بجيه. انا حندير لكم واحد اخر هكذا. والله يجي بنين
يجي خير من تقليه طول هكذاك، يعني سكالوب طول تقليه في سمو يجي قاند ويجي هذا هكذا يجي طري ويجي خفيف ويجي بنين. انا راح نكمل سكالوب تاعي ونرجع لكم فيما بعد. هاني لهنا بعد ما كملت سكالوب تاعي، هذا الوقت رايحين نقليوه. راني حطيت المقله تاعي فوق الغاز وشعلت الغاز، راح ندير طرف زبده ندير معاها شويه زيت. هاي بعد ما ذابت الزبده تاعنا وغلى الزيت، هذا الوقت راح نقصوا للغاز، نخليوهش قوي، نقصوا للغاز ونحطوا السكالوب تاعنا يتقلى بعقله. ها خلي السكالوب تاعنا يطيب، ورايحه نقدم لكم يعني حاجه تمشي مع السكالوب هذا. راح ندير لابوري تاع المحلات، ماشي يعني بطاطا ولا. لهنا انا حطينا اطره تاع حليب، راح ندير فيها طرف تاع زبده، شعلوا الغاز تاعنا، ندير فيها شويه ملح، لهنا حطينا الحليب تاعنا، اطرا حليب معاه طرف تاع زبده معاه شويه ملح. هذا الوقت حلي الشكاره تاعك تاع لابوري ورميها داخل الحليب. نرمي هاد لابوري هنايا، يعني انا نستعملها بصح طلبتها مني وحده قالت لي يعني اسمها كيفاه انا ما تصلحليش، نعطي لي كيفاه هذاك شنو، نعطي لي كيفاه الطيب ونعطي لي. هاني لبيت لها الطلب تاعها. هذا الوقت ها حركي هكذا وقلبي عليها المرق وخليها حتى تهز الغليه تاعها. هنا راح نرجع لكم للسكالوب تاعنا، هاو بعد ما تسمع راح نقلبو هكذا. شوفوا كي راني هاني نقلب فيه، هو راه طري ريحته تشهي ويجي كي شغله كي ديري في السفنج. ها هاني رجعت لكم لهنا البطاطا، هاي هزت الغليه تاعها وانتيا تستمري في التحريك هكذا، تحركي 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 حتى لابوري تاعك هذيك تلقاها رطبه. هنا عندنقيها كيفاه كي غلات تقولي هكذا ما صلحتليش ولا، انتي تستمر في التحريك تحركيها حتى تلقايها جاريه، تلقاها مليحه رطبه. انا حنطيب لابوري تاعي نتم نقلي سكالوب تاعي هكذا، نتم التحريك نحرك حتى تولي تلقاها لابوري رطبه وهي تغلي، يعني شكاره تاع لابوري باطرا حليب ما تزيدي لها والو. هنا هاكي تشوفي فيها هاي بدات ترطب مش كيما قبيله. راح نكمل انا طيابها، نحرك الملح ونرجع لكم نعت لكم كيفاه تحصلنا عليها. هاي النتيجه اللي تحصلنا عليها، هاي لابوري. هذا الوقت طفي عليها، رايحين نطفيو عليها ونرجع لكم في طبق التقديم.
هاني رجعت لكم في طبق التقديم. ها هو الطبق تاعنا تاع اليوم، لابيري مع سكالوب على طريقتي، نتمنى تعجبكم. راح نعطي لكم سكالوب لداخل كيفاه جا طري. ها شوف طري وبنين. الا عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم ديروا لي جيم لا فيديو واشتراك في القناه، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.